خسروا 10، خسروا 20، خسروا 30، ما في مشكلة. التتويج بلقب الليغا انتهى وصار، بس انه يحصل الفريق على 100 نقطة بنهاية الليغا هذا شيء صار مستحيل، وخاصة بعد خسارة الفريق اليوم من ديبورتيفو ألافيش بهدف نظيف. هلا فليك شو بيقول لك؟ بيقول لك بالمؤتمرات الصحفية انه نحن هدفنا نوصل ل 100 نقطة، وطبعا حتى يحقق هذا الهدف لازم يفوز بكل المباريات المتبقية بالدوري. بس للأسف اليوم اصطدم بفريق عم يحاول ينافس لآخر رمق حتى يبقى بين الكبار، حتى يتفادى الهبوط للدرجة الثانية. ومن الأساس نجي نطلع على التشكيل الأساسي اللي نزل فيه هانز فليك، بنشوف انه الفريق اساسا ما عم يفكر بال100 نقطة، يعني داخل بتشكيل ثاني واغلب اللاعبين الاساسيين موجودين على الدكة. في اي منطق انت عم تبحث عن 100 نقطة وما عم تدخل بكامل تشكيلتك بكامل قواك حتى تحصل عليها؟ وافترضنا انه فليك وقت شاف ان الوضع صعب وشاف الفريق المنافس عم يضغط بشراسة حتى يحصل على الانتصار، انه دخل لاعبين الاساسيين عن طريق التبديلات. بس للاسف حتى بالتبديلات ملاحظ معنا انه فليك ما كان عم يبحث اصلا عن 100 نقطة، كل همه كان يجرب اللاعبين الموجودين عنده حتى اخر الموسم يعرف مين اللاعب اللي حيخرج ومين اللاعب اللي رح يبقى. يعني فليك اليوم اعطى فرصة للاعبين حتى يدخلوا يلعبوا بدون ضغوطات، بدون اي تشتيت ذهني، يعني فقط ادخلوا ولعبوا براحتكم بدون اي ضغط خارجي. يا اما بتثبت نفسك حتى تبقى مع الفريق الموسم القادم، يا اما راح ينقل لك باي باي. بصراحة المباراة كانت مملة جدا، يعني اللي بيتفرج عليها او اللي بيشاهدها رح يشعر بالنعاس وراح ينام. المباراة كانت من طرف واحد، ألافيش اللي بيضغط بشراسة او بيدافع بشراسة حتى يحصل على 3 نقاط اللي بيتفادى عن طريقها من الهبوط، يا اما برشلونة اللي عم يهاجم ولكن بدون نجاعة، بدون فرص حقيقية، بدون فرص خطيرة. بالنسبة للمشجع البرشلوني كل همه انه الفريق تتوج بالليغا، وما تبقى من مباريات الدوري لا تهم. خسروا 10، خسروا 20، خسروا 30، ما في مشكلة، مهم الدوري 29 رفعناه. طبعا هذا كان رأيي، والآن مستني رأيك تحت التعليقات. حط لي لايك للفيديو، لا تنسى انه اشتراك بالقناة مهم، فعل زر الجرس وشير المقطع لرفقاتك. بكبر فيكم وشكرا.